باش نعملو بريك تونسي. سلامة ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم باش نعملوا بريك تونسي، وصفة نعملوها في رمضان في شقان الفطر، سهلة وبنينة ومكوناتها موجودة في كل دار. باش نحتاجوا لهنا كعبة بطاطا سمطها في الماء، وباش نضيف عليها شوية معدنوس وشوية تن، وباش نخلطهم الكل مع بعضهم. بعد ما خلطهم باش نضيف الجبن كروات، باش نقصهم قطع صغيرة، ومن بعد باش نحط شوية ملح، وباش نحط شوية فلفل أسود، وضفت عليهم شوية بهارات، شوية أكاهو اختياري، تنجمي تحطي تنجمي ما تحطش. وتوا بعد ما ضفت المكونات الكل باش نضيف كعب عظم ونخلطهم الكل مع بعضهم. بعد ما حضرت الخليط الكل توا باش نجول مرحلة القليان. ورقة البريك تنجموا نحصلوها يبيعوا فيها، ونجموا نصنعوها في الدار. فما اللي يصنعها في الدار، وفما اللي يبيعوا فيها في تحصلوا في كارفور ولا في أي بلاصة. هي تكون كبيرة شوية. أنا هذا اللي لقيته عندي الكعبة صغيرة. حطيت الخليط فوقها شوي، ومن بعد حطيت كعبة العظم، وحطيت شوية موزاريلا، وباش نسكر عليها ونحطها في الزيت. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة كيفاش. نحطوها في الزيت، والزيت لازم يكون سخون، ونكملوا الكعبات الكل بنفس الطريقة. بعد ما كملتهم هذه كانت النتيجة. بنين برشا ووصفة سهلة. جربوها، وكل واحد وكيفاش الطريقة اللي يعملها، وهذه طريقتي. ونحط عليها شوية ليمون وصحة وبالشفاء. إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وشكرا.